بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هنا في الأجواء المونديالية، هنا في قطر، حيث نهائي كأس سوبر لوسيل الذي يجمع ما بين نادي الزمالك المصري والهلال السعودي، بطل مصر وبطل السعودية، هنا في هذا الملعب الذي سيستضيف نهائي المونديال في 18 من ديسمبر بحول الله تعالى. سوبر عربي يفتتح أكبر ملاعب المونديال بصافرة الدولي الآن، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي يطلق الصافرة معلنا بداية هذه المباراة، والذي سيكون المساعد الأول بحول الله تعالى طالب سالم، والمساعد الثاني سعود أحمد، بينما عبد الله العذبة حكم الفار وخالد عياد كذلك حكم الفار من خلال هذا اللقاء الذي ينطلق الآن. وشبيب محمد الحبسي سيكون معكم معلقا وواصفا على أحداث هذه المواجهة وأحداث هذا اللقاء الذي يجمع الزعيم وفارس القارة أو فارس أفريقيا كما يطلق على نادي الزمالك. هنا زعيم آسيا نادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رومان دياز، يلعب في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، عبد الله علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في المنتصف البيروفي كاريو وكوليار الكولومبي بالإضافة إلى سلمان الفرج، وفي المقدمة فلدينا المالي موسى ماريجا وكذلك النيجيري إيغولا، وهنا لدينا فرصة لكن تقطع بعد ذلك وسالم الدوسري. بينما تشكيلة مدربي الزمالك لدينا المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، فلدينا في حراسة المرمى محمد عواد، في خط دفاع التونسي حمزة المثلوثي ومحمود الونش وحسام عبد المجيد، وفي المنتصف سيد محمد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور وأحمد أبو الفتوح، وهنا يقولوا لكن تقطع الكرة الماضية. ولدينا التونسي في المقدمة سيف الدين الجزيري وأيضا محمود عبد الرزاق بالإضافة إلى أحمد سيد. هذه هي تشكيلة الفريقين مع الطاقم التحكيمي والأجواء الرائعة والخيالية في أرضية ملعب المباراة، والتي تجمع الهلال الذي يريد أن يحقق بطولة جديدة، وأيضا الزمالك هو الآخر. وهنا موسى ماريجا في فرصة في محاولة لكنه يسقط، والكرة ما زالت مستمرة، كرة خطيرة ولكنها تصل بعد ذلك عند حارس المرمى الذي يمسك الكرة الماضية. تعود الكرة، تعود المحاولة لمصلحة نادي الزمالك. وصلت هذه المحاولة ويبدو بأننا سنكون مع إثارة كبيرة جدا بالنسبة للأهداف وأن تكون حاضرة. وهنا الواضح في الصورة الأرجنتيني رومان دياز، الرجل صاحب 63 سنة ولديه 3 بطولات مع نادي الهلال، وهو من يلعب ويتواجد مع نادي الهلال ويقودهم في الطريق الصحيح من خلال تحقيق الألقاب. عبد الله المعيوف، وصلت الكرة عند صاحب 35 سنة، واحد من أبرز حراس كرة القدم السعودية في الفترة الحالية، ومرشح بقوة بأن يكون متواجدا في بطولة العالم وأن يكون أساسيا في تشكيلة هيفري رينارد مدرب منتخب السعودي في بطولة العالم. والسعودية بالمناسبة ستلعب أول مباراة هنا في هذا الملعب أمام المنتخب الأرجنتيني، وقد نفذت كل التذاكر كما نفذت في هذه المباراة. هنا الكرة موسى ماريجا، تسديدة ولكن الكرة ما زالت في أرضية ملعب المباراة. واصلة هذه المحاولة لمصلحة نادي الهلال الذي يحظى بحضور جماهيري كبير، وأيضا نادي الزمالك يحظى بحضور جماهيري كبير. تصل عند كاريو، يلعب الكرة إلى موسى ماريجا، المالي يحاول، سقط، تعثر واحتسب حكم اللقاء. نعم، هذا الرجل الذي أدار نهائي بطولة العالم للأندية ما بين ليفربول وفلامينغو
البرازيلي في تلك المواجهة وفي تلك المباراة، وهو الرجل الذي سيتواجد في بطولة العالم، وثلاث حكام عرب فقط سيتواجدون: عبد الرحمن الجاسم ومحمد عبد الله الحكم الإماراتي ومصطفى غربال الحكم الجزائري. وهنا لدينا الفرصة والمحاولة الأولى الحقيقية من الضربة الحرة التي ستكون حاضرة الآن لمصلحة نادي الهلال وجماهير الهلال، وهي متفاعلة. وهنا محمد عواد صاحب 30 سنة، بينما الرجل العجوز صاحب 76 سنة قلق من كرة اللاعب سلمان الفرج، والتي ستكون بكل تأكيد صعبة على محمد عواد. سلمان الفرج سيسدد هذه الكرة، سيلعب هذه الكرة. سلمان هو في فرصة، في محاولة أمام الثعبان، أمام اللاعب البيروفي كاريو أندريا. من سينفذ؟ من سيسدد؟ نشاهد أول أهداف الهلال في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. الكرة ملعوبة لكنها ما زالت مستمرة، ولكن تصدي خيالي من محمد عواد الذي أبعد الكرة الباضية. لاحظوا كرة سالم، لكن ماريجا كان حاضرا فأبعدها محمد عواد، وتحولت إلى ضربة ركنية ثانية للهلال. يا لها من بداية رائعة في الست دقائق الأولى من أحداث اللقاء ومن أحداث هذه المواجهة الممتعة مع بدايتها، لكن بانتظار أول أهداف اللقاء إما لنادي الزمالك أو الهلال، ويبدو بأن الهلال هو الأقرب لأن يسجل، لكن بالخطأ الكرة تحولت إلى خارج الملعب، أبعدت من محمود الونش الذي أبعد الكرة الماضية، وهو اللاعب صاحب 27 سنة ويلعب مع نادي الزمالك منذ عام 2000. يا سلام، يا لها من أجواء رائعة. الجماهير الزملكاوية حاضرة وبقوة في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. حضور جماهيري كبير، 80,000 متفرج، والمباراة كاملة العدد عزيزي المتابع في هذا الملعب الذي سيكون حاضرا بمباريات كبيرة في مونديال قطر، منها صربيا والبرازيل السعودية والأرجنتين. وهنا لدينا الكرة التي تتحول إلى خارج الملعب، وأيضا المباراة النهائية ستكون في هذا الملعب، وسنشاهد 80,000 متفرج وهم يحضرون. وهنا التصدي الجميل، قفاز محمد العواد كان حاضرا يا ماريجا، ولكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب بعد ذلك وإلى ضربة الركنية. ماريجا صاحب 31 سنة يتذكر مباراته الأولى مع منتخب بلاده في 2015 مع منتخب الجابون. الكرة ملعوبة لكنها تبعد مرة أخرى. خطورة كبيرة وأفضلية بالنسبة لنادي الهلال السعودي، والهلال الذي يعني في هذه المباراة الاحتفالية الكبيرة وقمة تاريخية على كأس سوبر اللوسيل. نعم، في هذه المواجهة وهذه المباراة وكل الأجواء مساعدة بصراحة لأن تشاهد مباراة ممتعة من الجانبين، لكن هي المواجهة الأولى عزيزي المتابع ما بين المدرب الأرجنتيني رومان دياز والمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدرب الذي تواجد مع نادي السد ويتذكر جيدا نادي السد وتلك الأيام التي عاشها مع نادي السد من 2015 حتى 2019. هنا الكرة لمصلحة نادي الزمالك، ما زالت الكرة مستمرة، لكن حالة تسلل على ما يبدو في الكرة الماضية، حالة تسلل على اللاعب المصري في الكرة الماضية أحمد سيد. أحمد سيد اللاعب الذي يعتبر أغلى لاعب في صفوف نادي الزمالك ب2 مليون يورو، وهو اللاعب صاحب 26 سنة يلعب مباراته رقم 149 بالمناسبة بقميص الزمالك، ولديه 41 هدف سجلها اللاعب المصري والذي يتواجد أيضا في هذا اللقاء. الكرة تعود، لكن الأجواء في أرضية ملعب المباراة وأيضا تتحدث عن القيمة السوقية الكبيرة ما بين الفريقين. بطل مصر الزمالك 17 مليون يورو، بينما بطل السعودية الهلال ب60 مليون يورو. يا لها من أرقام كبيرة عزيزي المتابع، نعم أرقام كبيرة جدا نتحدث عنها في هذا اللقاء ما بين زعيم آسيا وفارس أفريقيا
وألقاب نعم على المستوى الدوري المحلي وأيضا دوري الأبطال، إما في دوري أبطال أفريقيا أو دوري أبطال آسيا. فمن سيتوج بكأس اللوسيل في هذه الليلة؟ تتحدث عن الزمالك 14 بطولة دوري و5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، بينما الهلال 18 بطولة دوري و4 بطولات لآسيا من خلال مشوارهم عبر كل التاريخ. الكرة تصل عند الثعبان كاريو، يا سلام على النظرة عند سعود، يحاول فيها عبد الحميد لكن دفعة في الكرة الماضية نعم حاضرة، وبالتالي الخطأ حاضر ضد النسر النيجيري إيغولو. وبالتالي نعم إيغولو صاحب 33 سنة، اللاعب الذي احترف مع نادي واتفورد الإنجليزي وشنغهاي الصيني، وهو الرجل الذي أيضا لعب مع نادي الشباب قبل أن يلعب مع نادي الهلال. وهنا الرجل الواضح الذي درب نادي الزمالك في عام 2015 والآن يعود لتدريب نادي الزمالك ويريد أن يحقق لقبا مع نادي الزمالك في هذا الملعب. ومن سيسجل الهدف الأول في هذه المباراة في استاد اللوسيل، أكبر ملاعب قطر في المونديال، الملعب الذي يقع في شمال وسط الدوحة والذي يبعد 15 كيلو، وهو اسم مقتبس من نبات يدعى الوسل وينمو بوفرة في قطر، وهو الملعب الذي استوحي من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي ويتسع ل80,000 متفرج. الآن الكرة إلى خارج الملعب، تحفة فنية رائعة جدا نعم لهذا الملعب الرائع. نعم نتحدث عن الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مسقط، ولكن الأجواء هي في الدوحة مميزة ورائعة. وأن تشاهد يعني مباراة وأن تعلق على مباراة مثل هذه المباراة بكل تأكيد مع لفريقين كبيرين عريقين على مستوى القارة الأفريقية والقارة الآسيوية. تعود الكرة، وصلت عند ماريجا العائد، نعم ماريجا اللاعب الذي كانت أبرز تجاربه مع نادي بورتو البرتغالي، هنا من تحت الأقدام تصل إلى كاريو، وصلت هذه الكرة لكن بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. هنا عبد الرحمن الجاسم الحكم الذي يدير هذا اللقاء، والحكم المميز جدا، وهو الرجل الذي يدير مباراته رقم 191 بالمناسبة، 191 مباراة، وأشهر 969 بطاقة صفراء وأشهر 30 بطاقة حمراء، بينما احتسب 85 ركلة جزاء. وتبقى مباراته الأبرز كانت ما بين ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية في عام 2020، وفي نفس العام أيضا أدار لقاء نادي أولسان الكوري الجنوبي وأيضا بيرسابوليس الإيراني في نهائي دوري أبطال آسيا. بينما أدار للفرق السعودية في لقاء السعودية وفلسطين، وانتهت للسعودية 3-2 في تصفيات كأس العالم 2018، وأيضا أدار في الدوري السعودي في عام 2021 ما بين النصر وضمك. وبالتالي الحكم الآن يتواجد القطري كما سيتواجد منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية. وهنا لدينا الافتتاح قد يكون بالهدف الأول. هنا الكرة، كيف ضاعت الكرة الماضية، لم يلعب الكرة الماضية بالشكل الصحيح وضاعت على نادي الزمالك. لتعود هذه الكرة عند سعود عبد الحميد اللاعب الشاب القادم من نادي الاتحاد. الكرة الآن تعود، نقترب من الربع ساعة الأولى عزيزي المتابع من أحداث هذا اللقاء. وصلت الكرة عند إيغولو، بعد ذلك عند اللاعب الكولومبي غوستافو كوليار. الكرة الآن عند أندريا، ومن أندريا الكرة عند سعود عبد الحميد، لكن تبعد الكرة الماضية وأيضا الكرة إلى خارج الملعب. لكن بصراحة يعني هنا الجماهير السعودية الحاضرة، جماهير الهلال، يعني بصراحة يعني فكرة إقامة هذه المباراة قبل الافتتاح وقبل افتتاح ملعب المباراة بصراحة شيء رائع جدا. وأنت تتحدث أن المنتخب السعودي سيلعب أمام الأرجنتين
في مباراته الأولى في المونديال، وبالتالي يعني سنشاهد أيضا 80,000 متفرج وهم يحضرون في هذا الملعب المكيف. بالمناسبة ملعب مكيف. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود لمصلحة سعود عبد الحميد إلى أندريا منذ عام 2019 مع نادي الهلال، إلى سلمان. يا سلام على اللعبة، وبعد ذلك عند الشهراني ياسر، لكنها وصلت عند محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والحارس الذي لعب لنادي الإسماعيلي ونادي المصري والوحدة، ويتواجد منذ عام 2019 مع نادي الزمالك. الكرة الآن تعود، ربع ساعة أولى عزيز المتابع، ونادي الهلال نعم يحاول من هنا وهناك، ونادي الزمالك لم يهدد مرمى عبد الله المعيوف الذي لم يستقبل مع بداية الدوري روشن السعودي أي هدف، وحافظ على نظافة الشباك ويريد أن يحافظ أيضا في هذه المباراة. هنا الانطلاقة سالم الدوسري، وبعد ذلك يا سلام هذه الكرة الخطيرة ولكن تبعد، وما زالت الخطورة عند إيغولو، ولكن الكرة تعود عند كاريو، يحاول فيها كاريو. الهلال أفضل، الهلال أخطر، والزعيم يريد أن يحلق في العلالي ويريد أن يرسل التهاني لجماهير الزعيم، وبالتالي نادي الهلال يحاول من هنا وهناك ويقترب رويدا. هنا لدينا سلبات لاعب نادي الزمالك اللي هو لاعب أحمد سيد الذي يبدو بأنه أصيب. هنا الكولومبي، هنا حديث ما بين غوستافو وحكم اللقاء، وغوستافو اللاعب الذي يلعب مع نادي الهلال والذي يتواجد مع منتخب بلاده، ولعب 23 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا. وهنا الكرة الماضية نعم، والخطأ لمصلحة اللاعب أحمد سيد. الكرة تصل لمصلحة نادي الزمالك، واصلة هذه الكرة عند التونسي سيف الدين الجزيري. الكرة ما زالت مستمرة، ومنتخب تونس سيتواجد في بطولة العالم، بينما المنتخب المصري لن يكون حاضرا في بطولة العالم. وبالتالي هنا لدينا الكرة ولدينا المحاولة. شيكابالا، هذه فرصة لكن ضاعت الكرة على محمود عبد الرزاق الكابيتانو. شيكابالا كيف ضيع الكرة الماضية، وهو بالمناسبة أكبر لاعب في المباراة ب36 سنة، حتى أكبر من حكم اللقاء. والكرة الآن تعود عند سالم الدوسري إلى غوستافو، يبحث عن الزميل، يجد ماريجا، وصلت الكرة بعد ذلك عند كاريو. الكرة تصل عند غوستافو، عند من بعد ذلك إلى غوستافو مرة أخرى. الكرة والمحاولة لمصلحة الهلال، لكن تكتل دفاعي كبير من لاعبين. يا سلام يا سلام، هنا النسر، هنا النيجيري، الله، جول يا رهيب يا عجيب. وفي المرمى أكيد النسر النيجيري يفتتح نتيجة اللقاء ويسجل هدف عالمي في الملعب العالمي في التحفة الفنية. لكن انت لاحظ، تابع غوستافو، يا سلام يا سلام يا سلام، الكرة في الشباك، والهلال الزعيم يسجل الهدف الأول. لوحة سينمائية رائعة جدا. يا سلام على الاستلام، على الكنترول، على اللمسة، الغمزة، الكرة في الشباك. يسجل النيجيري أول أهداف اللقاء، وتحتفل جماهير الزعيم بالهدف الأول. نعم كانوا قريبين، ولكن الآن أكد إيغولو بأن الهلال سيتقدم. وهنا رومان دياز في آخر 3 مباريات النهائية دياز لم تحقق اللقب، وبالتالي نادي الهلال الآن يتقدم. الآن الكرة تعود لمصلحة نادي الزمالك، الكرة عائدة، والكرة إلى خطأ لمصلحة الزمالك. أي بداية وأي مباراة وأي مستوى نشاهده في هذا اللقاء هنا في استاد اللوسيل. نعم هدف رائع
جدا شاهدناه من جانب اللاعب إيغولو. الآن الكرة تعود، الزمالك يحاول لكنها تبعد الكرة الماضية، أبعدت من علي البليهي صاحب 32 سنة والذي يتواجد مع الهلال منذ عام 2017. عادت الكرة، وصلت لمصلحة نادي الزمالك. الكرة الآن تعود لحارس المرمى محمد عواد، 4 مباريات دولية مع منتخب مصر محمد عواد. الكرة مرسولة، بعد ذلك وصلت لمصلحة نادي الهلال. تعود الكرة وتعود المحاولة، سيطرة هلالية بصراحة من خلال مجريات اللقاء. الكرة ما زالت مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة، 70% نسبة الاستحواذ للهلال بينما هي 30% لنادي الزمالك. فارق كبير بصراحة من حيث الاستحواذ. وهنا الكرة من البليهي، أبعدت علي، أبعد الكرة الماضية. يلعب مباراته بالمناسبة رقم 84 بقميص الهلال، ولديه 10 أهداف. لعب لنادي النهضة والفتح السعودي 30 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ عام 2018 مع المنتخب السعودي. الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. هل بإمكان الزمالك أن يعود؟ هذه هي عوائد الكبار، ومن الممكن أن يعود نادي الزمالك من خلال هذه الكرة ومن خلال هذه المحاولة، لكن تبعد الكرة الماضية، تتحول إلى رمية تماس مرة أخرى. إذن الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. هدف مقابل لا شيء. نعم التقدم لنادي الهلال، لكن الزمالك لن يرفع الراية البيضاء ولم يرفع راية الاستسلام. الآن الكرة الملعوبة على طريقة الضربة الركنية، تبعد، بعد ذلك الكرة تعود. الآن التحضير للتسديد، الكرة ما زالت مستمرة لكن التغطية حاضرة. التحويل للكرة، وصلت هذه الكرة عند أحمد أبو الفتوح لكن سعود حاضر، وخطأ لمصلحة سعود، خطأ في الكرة الماضية. هنا حكم اللقاء، وهنا الحسرة واضحة على هذا المشجع الزملكاوي. أكيد هو يعني حزين على تأخر نادي الزمالك في هذه القمة العربية على الأراضي القطرية، والزمالك الذي يعني يتسلح في التاريخ في بروبة مصغرة لنهائي كأس العالم على ملعب اللوسيل في القمة الجماهيرية في الأيقونة المونديالية. نعم عين الهلال على البطولة وعين أيضا الزمالك على البطولة في ليلة السوبر بكل تأكيد. الكرة الآن للزمالك والزمالك يحاول الآن ولكن تقطع الكرة، تعود. برافو لسعود عبد الحميد، المستوى الجميل الذي يقدمه في هذا اللقاء وفي هذه المباراة. تصل الكرة لمصلحة اللاعب النيجيري، تعود الكرة بعد ذلك وتعود المحاولة. 3 مباريات لإيغولو صاحب الهدف وهدفين هذا الموسم وأسيست وحيد. الكرة الآن عند سعود عبد الحميد، يعود بهذه الكرة لتصل عند أندريا كاريو. أكيد هو حزين بأن منتخب بلاده منتخب بيرو لن يتواجد في بطولة العالم لأنه خسر من أمام. يا سلام يا سلام، هذه خط جميلة لكن تقطع الكرة الماضية. لقطة رائعة ولكن الحلو ما يكمل كما يقال، وبالتالي الكرة الآن تعود. نعم منتخب بيرو لن يتواجد في بطولة العالم لأن منتخب أستراليا من أقصى بيرو هنا في هذا الملعب. الكرة في الدوحة، وبالتالي منتخب أستراليا سيكون متواجدا في بطولة العالم. الكرة الآن تعود، تصل عند سعود عبد الحميد إلى موسى ماريجا، ومن موسى ماريجا الكرة تصل بعد ذلك لمصلحة نادي الهلال. يا سلام على هذا التفاهم وهذا التناغم وهذا الألق. وهنا الكرة والمحاولة لكن تبعد الكرة الماضية. والهلال اليوم هو على الوعد وعلى العهد في هذا اللقاء، وبالتالي أيضا الشعار بالنسبة لكأس العالم على الوعد. نعم قطر جاهزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
قطر جاهزة بكل المقاييس، وبإذن الله وتكون الجماهير العربية حاضرة والجماهير العالمية حاضرة في افتتاح بطولة كأس العالم، والذي سيكون في 20 من نوفمبر حتى 18 من ديسمبر. وستكون المباراة النهائية هنا في ملعب اللوسيل بحول الله تعالى. وبالتالي هنا الكرة، هنا المحاولة، ولكن بعد ذلك تقطع الكرة الماضية. نعم، الزمالك الآن في فرصة وفي محاولة. نعم، الهدف الأول في الدقيقة 18. أبعدت الكرة الآن من عبد الله المعيوف صاحب 35 سنة، لعب لنادي الأهلي ولديه 14 مباراة دولية مع منتخب السعودي. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، تصل عند اللاعب المتميز بصراحة سالم الدوسري، وأنت تشاهد هذا اللاعب وهو يقدم واحدة من اللوحات الفنية، وأعتقد بأنه أفضل لاعب آسيوي في الوقت الحالي، وهذه وجهة نظري الشخصية المتواضعة، وسيكون له شأن كبير في بطولة العالم. هنا لدينا خطأ ولدينا ربما بطاقة صفراء. إمام عاشور صاحب 24 سنة، 3 مباريات مع منتخب مصر. رومان دياز الرجل الذي تحدث عن هذه المباراة وهو الذي قال جاهزون للتتويج بهذا الكاس، بينما فيريرا قال فخور بتواجدي في افتتاح 3 ملاعب مونديالية. وهنا لدينا اللقطة الماضية، وقد تكون البطاقة الصفراء إن حدثت الآن ستكون مستحقة للثعبان البيروفي. هذا القادم من موطن البطاطا الأول في العالم، البيرو كما يعلم الجميع. الكرة الآن البطاقة الصفراء لا يشرح حكم اللقاء الحكم القطري. إذا الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، تصل لمصلحة نادي الزمالك. الكرة عائدة للزمالك ومستمرة الكرة، واعتقد بأن هناك الكثير من التفاصيل التي لم تحكى، وهناك أيضا يعني الكثير من العناوين البارزة التي ستكون في هذه المواجهة الأولى التي تجمع ما بين رومان دياز وما بين فيريرا. لكن المدرب الأرجنتيني بالمناسبة واجه الزمالك، لكنه في ذلك اللقاء وفي تلك المواجهة المدرب الأرجنتيني الذي واجه نادي الزمالك وخسر في ذلك اللقاء وفي تلك المواجهة. الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس لمصلحة نادي الزمالك. هنا رمية التماس تلعب على طريقة الضربة الركنية، دائما ما تلعب على طريقة الضربة الركنية. الآن الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود لتصل لنادي الزمالك مرة أخرى. الزمالك الآن يحاول العودة إلى اللقاء، الزمالك الذي لم يدخل مع يا سلام على هذه اللقطة، ويا سلام على التناقل الكرات. شيكابالا ماذا تفعل في الكرة الماضية؟ الآن الكرة تعود، ويا سلام على القتالية والروح العالية والتألق من الفريقين. هنا نادي الهلال، سالم الدوسري، انطلق سالم، الكرة بعد ذلك تقطع وتعود إلى شيكابالا. 32 مباراة دولية مع الفراعنة. الكرة تعود عند اللاعب محمد عبد الغني، ومن محمد وصلت إلى إمام عاشور، تسديدة لكنها إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب من إمام عاشور. مباراته رقم 58 بقميص الزمالك منذ 2019 مع الزمالك، وبالتالي اللاعب صاحب 24 سنة هذا إيجولو الذي سجل الهدف الأول. متعوا العين وكحلوا العين وأنتم تشاهدون هذا الهدف، ويا لها من ثقة رائعة جدا. الكرة جاءت من كولومبيا ووصلت بعد ذلك إلى نيجيريا ليسكنها هذا النسر وتصل إلى ويقول بالعقل، وبالتالي لعبها بكل احترافية وبكل حرفية. والجماهير الهلالية الحاضرة التي تتواجد في هذه المباراة وفي هذه المواجهة التي بكل تأكيد لم تبح بكل أسرارها.
نعم الآن الكرة التي تعود مرة أخرى لمصلحة نادي الزمالك. الهلال بعد الهدف تغير الحال، لكن سيستمر الهلال وأيضا الزمالك الباحث عن التعادل. الكرة تتحول، سعود عبد الحميد أبعد الكرة الماضية، عادت بعد ذلك، وصلت الكرة لمصلحة نادي الزمالك. الكرة والمحاولة الآن، الكرة العرضية هذه خطيرة، هذه جول، هذه ممكن، ما زالت مستمرة عند شيكابالا. الكرة تعود للزمالك، محمود عبد الرزاق شيكابالا، تسديدة لكن تقطع بعد ذلك وتتحول إلى خارج الملعب وتذهب إلى رمي التماس، إلى رمي التماس مرة أخرى. نقترب من النصف ساعة الأولى عزيزي المتابع، نقترب من الساعة الأولى. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود لكنها تقطع، عادت بعد ذلك والكرة تعود إلى هجمة مرتدة هلالية عند سالم وبعد ذلك إلى إيغولو يحاول، سالم إيغولو، الكرة عند إيغولو، بعد ذلك إلى سالم، تعود إلى سعود عبد الحميد. عاد لاعبو الزمالك بشكل سريع والكرة تقطع، الكرة تعود والمحاولة أيضا تعود. تصل هذه الكرة وعند علي البليهي إلى سلمان الفرج، إلى جوستافو مرة أخرى. موسى ماريجا يحاول فيها، ماريجا صانع الفرح، ماريجا الآن إلى جوستافو، إلى الدوسر، التسديدة سلمان، يا سلمان، لكن محمود عواد حاضر في اللقطة الماضية، سدد سلمان الفرج والآن يعود الدوسري. أي كرة وأي تصدي، كان حاضرا في الكرة الماضية. الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، ما زالت مستمرة والحكم يشير إلى ماذا؟ إلى خطأ لمصلحة نادي الزمالك. نعم عبد الرحمن الجاسم بعد الكرة الماضية، يا سلام، قوية صاروخية لكنها تصد وترد من محمد عواد الذي أبعدها وبالتالي أنقذ مرمى الزمالك من الهدف الثاني في اللقاء. نعم، تصدي جميل وتصدي رائع، لكن الهلال الآن يعود، ونعم الزمالك يحاول لكن لم يهدد بصراحة مرمى عبد الله المعيوف حتى هذه اللحظة عزيزي المتابع، لم يهدد مرمى عبد الله المعيوف، وبالتالي عبد الله المعيوف صمام أمان الزعيم ورومان دياز. نعم، النهائي العاشر بالنسبة لهذا الرجل عزيزي المتابع، ولديه فقط انتصارين في المباراة النهائية و7 هزائم حدثت لرومان دياز، ولكن بكل تأكيد رومان دياز اليوم يريد أن تكون البطولة من نصيبه مع نادي الهلال، وهو الرجل الذي مثل منتخب بلاده في 22 مباراة دولية وسجل 10 أهداف، والآن هو يتواجد مع نادي الهلال من خلال هذه المباراة ومن خلال أيضا بطولة الدوري. الكرة الآن تعود، وأيضا دوري أبطال آسيا بكل تأكيد. الكرة ما زالت مستمرة، الكرة هتخوض جميلة، سعود عبد الحميد، لكن تشعر وأنت يعني تشاهد الهلال بأن هناك انسجام كبير بصراحة. يعني الهلال مرشح بقوة لأن أيضا أن يحقق دوري أبطال آسيا هذا الموسم بما أشاهده بصراحة، يعني زعيم بمعنى الكلمة، وجماهير نادي الهلال وجماهير الزعيم. نعم، هنا الفرصة التعادل، لكن التصدي، هذه جول فنان ومالك أمان، وفي الملاعب العالمية تعزف أحلى الألحان، والتعادل يأتي للزمالك، يسجلون التعادل عن طريق أحمد سيد، يسجل الهدف الأول للزمالك
عاد الزمالك وسجل عن طريق هدافه. هنا هذه الكرة، هنا هذه اللعبة، هنا هذه الانطلاقة والتسديدة من سيف الدين الجزيري، ثم تصدي عبد الله المعيوف، فتسديدة رائعة جدا من أحمد سيد يعود بالزمالك إلى اللقاء والتعادل. التعادل يا سلام يا سلام، الكرة في الشباك، حطها حط، واحتفلت الجماهير الزملكاوية بهدف التعادل، لكن يبدو بأن هناك قرار. عبد الرحمن الجاسم ماذا يقول؟ هذا المونديالي يقول ماذا؟ هل هناك حالة تسلل أم ماذا؟ هدف صحيح، هدف صحيح، والتعادل الآن ما بين الهلال وما بين الزمالك. نعم، نهائي في شوط أول، ويا له من شوط أول. سجل أولا إيغالو في الدقيقة 18، ثم سجل أحمد سيد 0 هدف التعادل في الدقيقة رقم 34. الكرة الآن تعود، والمحاولة أيضا تعود عند عبد الله المعيوف. نعم، عبد الله المعيوف بالمناسبة يمتلك رقم إيجابي جدا، يعني عبد الله المعيوف في بطولة الدوري السعودي 7 تصديات حاسمة كانت، وأيضا لديه 13 كلين شيت في الموسم الماضي، وأيضا هو من أكمل 50 مباراة دولية بشباك نظيفة في الدوري السعودي، ليكون الحارس الوحيد الذي يصل إلى هذا العدد في المحافظة على نظافة الشباك. لكن في هذه المباراة اهتزت الشباك، وسجل أحمد سيد هدف التعادل لنادي الزمالك في هذا اللقاء. إذن التكافؤ ما بين الفريقين في نتيجة اللقاء، لكن سيطرة هلالية واستحواذ، لكن الأهم أن تفوز في هذا اللقاء. وفي حالة أن المباراة شاهدنا فيها التعادل وانتهت بالتعادل، سيلجأ الفريقين مباشرة إلى ركلات الحظ الترجيحية. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، لكنها تقطع وتتحول إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. هنا فيريرا أكيد هو غاضب، وقالها بصريح العبارة: مستعدون لرفع كأس البطولة. الكرة من تحت الأقدام وصلت بعد، يا سلام بالكعب، جميل اللقطة الماضية من أحمد أبو الفتوح. الكرة تقطع والكرة تصل إلى المنتصف، ما زالت الكرة مستمرة، والمحاولة أيضا مستمرة عند إمام عاشور، والكرة إلى خارج الملعب. تلعب الكرة، وصلت عند جوستافو. نادي الزمالك بدأ يسيطر على منتصف الميدان، فتغيرت الأمور كثيرا، لكن الهلال كما ذكرت يمتلك الكثير من الحلول، وأيضا الزمالك يمتلك الكثير من الحلول، وبإمكانه أن يصل في أي لحظة من لحظات اللقاء. الكرة واصلة عند كاريو، 88 مباراة دولية مع منتخب بلاده، 11 هدف منذ 2018 مع الهلال. وهنا لدينا فرصة، لدينا محاولة، هذه مستمرة. هنا الكرة ماريجا، لكن بعيدة بعيدة بعيدة، لكن ما زالت مستمرة، والتسديد هذه جول. خطيرة من ياسر، سدد ياسر الشهراني، لكنها ذهبت بردا وسلاما على مرمى محمد عواد. سددها، نفذها، لكنها إلى خارج الخشبات الثلاث وإلى خارج الملعب. سدد اللاعب ياسر صاحب 30 سنة الذي تواجد مع نادي القادسية منذ عام 2012 مع نادي الهلال. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الزمالك. تلعب من الدفاعات من حمزة المثلوثي اللاعب التونسي. الكرة بعد ذلك مستمرة لمصلحة نادي الهلال، يحاول فيها سالم، يحاول سالم، يا سلام على هذا المرور، وصلت عند أيغولو، يا سلام على هذه الكرة، كرة خطيرة، لكن الكرة بعد ذلك وينتظر حكم المباراة القرار من الفار، لأن المطالب الآن ويطالبهم بالهدوء. إذن هنا عبد الرحمن الجاسم الذي يطالب أيغولو بالهدوء. هنا لمسة يد، هل ستحتسب أم لا؟ ماذا سيقول حكم اللقاء؟ يبدو بأن ينتظر قرار الفار، والذي سيأتي بالقرار
الفار سيحسم الأمور. هل إلى ركلة جزاء لنادي الهلال أم يكون الاستمرارية؟ هذه هي الكرة وهذه اللقطة الماضية لا الكرة ليست إلى لمسة يد، وبالتالي ليست هناك ركلة جزاء. نعم الكرة الآن تعود، القرار أتى من حكم اللقاء، وهنا الكرة تعود والمحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الهلال. جوستافو إلى كاريو، ومن كاريو الكرة إلى سعود عبد الحميد. سعود ينطلق يحاولها، لكن الكرة عند ماريجا لكن التغطية هذا هو موسى ماريجا اللاعب الرائع المالي الذي كان في الكرة الماضية. وهنا هدف التعادل الذي أتى لمصلحة نادي الزمالك. نعم بعد لعبة جميلة، وأيضا تصدي كان من حارس المرمى عبد الله المعيوف في الكرة الأولى، لكن الكرة الثانية وفرحة محمد عواد. وأيضا شاهدنا أحمد سيد وهو يحتفل بتعادل نادي الزمالك والعودة إلى اللقاء. الكرة الآن إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. سعود عبد الحميد، المدرب رومان دياز الواضح في الصورة، رومان دياز. وبالمناسبة عزيزي المتابع، هذه سادس مواجهة تجمع ما بين الزمالك والهلال عبر كل التاريخ. 3 انتصارات لنادي الزمالك وانتصار وحيد لنادي الهلال، بينما التعادل حضر لمرة واحدة. وبالتالي الفريقين وهم يلتقون في هذه المواجهة السادسة، فهل سنشاهد فيها التعادل كما يحدث الآن أم نشاهد الفوز لنادي الزمالك أو الهلال؟ الهلال الآن هو أقرب للهدف الثاني. هنا موسى ماريجا، الكرة بعيدة، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. رومان دياز واجه نادي الزمالك مرة واحدة في مشواره، وتفوق على نادي الزمالك، ويتمنى اليوم أيضا أن يتفوق على نادي الزمالك الذي لعب 34 مباراة في الموسم الماضي في الدوري المصري، 24 انتصار و5 تعادلات وأيضا 5 هزائم حدثت لنادي الزمالك، بينما الهلال في الموسم الماضي 30 مباراة 20 انتصار 7 تعادلات و3 هزائم حدثت لنادي الهلال. هنا بطل الدوري السعودي يحاول، وهنا الزعيم مع الفارس الأبيض نادي الزمالك، ألقاب كثيرة لكن المتعة موجودة في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. وهنا سعود عبد الحميد، ولكن تبعد الكرة وتبعد اللعبة الماضية، تعود الكرة وتعود المحاولة مرة أخرى. بالمناسبة عزيزي المتابع، بعد نهاية كأس العالم هذا الملعب استاد اللوسيل سيتحول إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر وكذلك مرافق رياضية وعيادات صحية. وبعد وأيضا في هذا الملعب بإمكان المشجع أن يتنقل في هذا الملعب دون الحاجة إلى السيارة. وهنا لدينا فرصة، لكن الكرة عند حارس المرمى. إذا الكرة تصل سعود عبد الحميد، كان في الكرة الماضية وفي اللعبة الماضية، وهنا الكرة لكن حارس المرمى وكان حاضرا في الكرة الماضية محمد عواد. الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، تصل عند أندريا كاريو لديه الكرة، عادت بعد ذلك، وصلت المحاولة ووصلت الفرصة عند كاريو إلى سالم الدوسري، إلى سلمان، إلى ياسر الشهراني، وصلت الكرة بعد ذلك إلى جوستافو في هذه الكرة عند موسى ماريجا يحاول، الكرة ما زالت بين أقدام لاعبي نادي الهلال، الكرة عند سعود عبد الحميد، تقطع هذه الكرة، تعود بعد ذلك التغطية نعم من جوستافو، ومن جوستافو الكرة الآن تصل لمصلحة الدوسري، يحاول فيها سالم لكن تبعد بعد ذلك، تبعد الكرة الماضية. دفاعات نادي الزمالك نعم بعد الهدف أصبحت محكمة جدا. وأيضا هنا نادي الهلال يحاول في هذه الكرة، في هذه المحاولة، في هذه اللعبة عند جوستافو رمانة الوسط، وهنا يلعب الكرة إلى ماريجا، والكرة ما زالت مستمرة لكن تقطع بعد ذلك.
قطعت هذه الكرة، عادت لأندريا، يحاول فيها أندريا، الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، وما زالت الكرة إلى خارج الملعب. الآن تحولت وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك الآن والكرة التي تتحول إلى خارج الملعب. المدرب الذي درب نادي بنفيكا وسبورتنج براغ وأيضا سبورتنج لشبونة، المدرب البرتغالي. الكرة الآن تعود لمصلحة نادي الهلال مرة أخرى، عادت الكرة لمصلحة نادي الهلال ومستمرة هذه الكرة، والكرة عند إيغولو. إيغولو يحاول في الكرة التسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة والإبعاد نعم يأتي من الدفاعات لتأتي الانطلاقة الآن، انطلاقة حاضرة، وهنا لدينا فرصة. أحمد سيد يحاول فيها، لكن الثعبان حاضر في الكرة الماضية ولا الآن الكرة، وبالتالي سقط فيها لاعب نادي الزمالك، والذي طالب حكم المباراة محمود الونش الواضح في الصورة، اللاعب الذي كما ذكرت لاعبا لنادي طلائع الجيش المصري. هنا الكرة الماضية واللعبة الماضية، وبالتالي الكرة إلى رمية تماس، لعبت بشكل سريع، وجماهير الهلال وكأنها تقول اليوم ألقاك يا جمال الأيام، والقليل منك ملاذ السنين، مسائي أنت فأنت والخير بالمعنى واحد. وبالتالي جماهير الهلال بكل تأكيد هي اليوم وهي تشاهد ناديها أكيد سعيدة بما يقدمه هؤلاء اللاعبين، وستكون السعادة أكبر إن فاز الهلال في المباراة. وأيضا ينطبق الحال بالنسبة لجماهير الزمالك التي تريد أن يحققوا اللقب، ولكن هنا لدينا الكرة، سقط في الكرة الماضية، تعثر في الكرة الماضية سالم، والكرة الآن تعود، والمحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الزمالك، خروج عبد الله المعيوف. الكرة تلعب، وصلت بعد ذلك عند سعود عبد الحميد، يطالب محمد جحفلي بالهدوء، اللاعب الذي يتواجد مع الهلال منذ عام 2015، وهو اللاعب صاحب ال 31 سنة، لاعب لنادي الفيصلي. إذا 45 دقيقة انتهت عزيزي المتابع، ولم نشعر بها من متعة المباراة. دقيقة واحدة هي الوقت المحتسب بدل الضائع، والهلال يبحث الآن، هذه جول. الله 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 عليك يا محمود عواد، نجم الشوط الأول، نجم الشباك كما يطلق في عالم السينما، لكن ماريجا ضيع الكرة الماضية. أسيست جميل، وهنا الفدائية، وهنا اللقطة الجميلة جدا من محمد عواد، وهنا أيضا يتلقى التحية من ماريجا. نعم، هنا لدينا الضربة الركنية، هنا لدينا سالم الفرج على تنفيذ الكرة، والضربة الركنية للهلال. تبعد هذه الكرة، وصلت عند سالم مرة أخرى رأسية، هذه كرة خطيرة، تسديدة من الشعراني، سددها، ولكنها تحولت إلى ضربة ركنية أخرى. هل سيطلق حكم المباراة الصافرة، أم أن الكرة والضربة الركنية تلعب؟ هنا الكرة التي انفرد فيها ماريجا، لكن حارس المرمى هو نجم الشوط الأول من خلال التصديات التي كانت حاضرة. 3 فرص خطيرة للهلال، الهلال هو الأخطر، لكن التعادل هو سيد الموقف. الضربة الركنية الآن هي الأخيرة قبل نهاية الجزء الأول، المشهد الأول، القصة الأولى، الشوط الأول، سميه ما تسميه، لكن هدفين في الشوط الأول، هدف للهلال وهدف للزمالك. والآن الصافرة تأتي لكن الصافرة لم تأتي بعد من حكم اللقاء. ندخل إلى الدقيقة الثانية، حكم المباراة نعم لم يطلق الصافرة عبد الرحمن الجاسم، والآن الصافرة تأتي متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر قناة عمان الرياضية بتعادل نادي الهلال ونادي الزمالك. الهدف الأول سجله اللاعب إيغولو، ثم بعد ذلك عاد أحمد سيد، وينتهي شوط المباراة الأول بمتعة كبيرة أوفت بالوعود، لكن ننتظر شوط ثاني بكل تأكيد يكون مميزا ما بين الزمالك والهلال. الهلال والزمالك في قمة عربية في استاد اللوسيل هنا في الأراضي القطرية. إذن شبيب محمد الحبسي يترككم الآن في استراحة قصيرة على أن أعود في شوط المباراة الثاني وأكمل حديث هذه المباراة.
عودة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر عمان الرياضية لنستكمل معكم حديث هذه المباراة في شوطها الثاني بعد شوط أول. كانت الإثارة حاضرة من الجانبين من المنتخبين. الآن الشوط الثاني الذي سيكون حاضرا بتغييرات ستجرى من جانب نادي الزمالك، وكما رفعت الجماهير الزملكاوية من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة تاريخ عريق وحاضر من ذهب. والآن سنشاهد التغييرات وهي تحدث. إبراهيم نداي هو الورقة الأولى، ومن اللاعب الآخر الذي سيدخل في صفوف نادي الزمالك بعد لحظات قليلة. هنا حكم المباراة الذي كان رائعا في شوط المباراة الأول عبد الرحمن الجاسم. وهنا الجماهير التي تزين ملعب اللقاء، الجماهير المصرية والجماهير السعودية والجماهير العربية والعالمية، الكل يحضر في هذا الملعب وفي هذا الاستاد. هنا الشوط الثاني، نعم 45 دقيقة جديدة عزيزي المتابع، وأيضا الجماهير الأرجنتينية تحضر. وبالتالي هنا سنشاهد الآن لاعبي نادي الهلال وهم يدخلون إلى الشوط الثاني. إذن إبراهيم نداي يدخل مكان شيكابالا كأول الأوراق بالنسبة للمدرب المدرب فيريرا. وأيضا لدينا اللاعب رقم 12 اللي هو يوسف، هذا سيد عطية، هو من يدخل كورقة الثانية بالنسبة للمدرب فيريرا. الآن نحن أمام هذا الشوط وال45 دقيقة كيف ستكون. لا بأس أن نذكر بما حدث في الشوط الأول والإحصائيات التي كانت حاضرة بالنسبة للمباراة. لدينا 5 ضربات ركنية كانت حاضرة لنادي الهلال، ولا ضربة ركنية لرفقاء فيريرا، بينما لدينا حالة تسلل كانت للزمالك، بينما لدينا ولا بطاقة صفراء ولا حمراء أشار هذا الحكم. ونسبة الاستحواذ كانت 63 للهلال 37 لنادي الزمالك، بينما لدينا حارس المرمى حارس الزمالك محمد عواد استطاع أن يتصدى ل4 كرات خطيرة للهلال، بينما نادي الهلال فقط عبد الله المعيوف تصدى لركلة واحدة وتسديدة واحدة في الشوط الأول. الشوط الثاني إذا ينطلق شبيب محمد الحبسي يكمل معكم أحداث هذا اللقاء وأحداث هذه المواجهة في شوطها الثاني، الذي نتمنى بأن يكون بإثارة أكبر وأكبر من الفريقين، وبالتالي نستمتع بهذا اللقاء. لكن لا بأس أن نذكر بالأسماء. تشكيلة الهلال بدون أي تغييرات: عبد الله المعيوف، سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، عبد الله البليهي، ياسر الشهراني، البيروفي، كاريو، بالإضافة غوستافو كوليار وسلمان الفرج، موسى ماريجا، إيغولو، وأيضا سالم الدوسري. بينما لدينا في جانب نادي الزمالك محمد عواد، حمزة المثلوثي، محمود الونش، حسام عبد المجيد، والسيد محمد، ومحمد عبد الغني، إمام عاشور، أحمد أبو الفتوح، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري، خروج شيكابالا. وأيضا لدينا اللاعب أحمد عبد الفتوح أيضا خرج الدخول، هذا إبراهيم نداي الذي دخل، وأيضا اللاعب سيد عطية أيضا هو الآخر الذي دخل. إذا الكرة تعود تصل لمصلحة نادي الزمالك. الآن هو الحسم عزيزي المتابع، الآن هو حسم اللقاء. الشوط الثاني هو من سيحسم الأمور. التعادل إما أن يكون حاضرا نعم، لكن بعد ذلك سنشاهد ركلات الحظ الترجيحية إن انتهت الأمور. وبالمناسبة رئيس الاتحاد الدولي الفيفا إيفانتينيو حاضر في ملعب المباراة. وأيضا لدينا إصابة لسالم الدوسري في هذه اللحظات. في المقابل أيضا ريو فيتوريا مدرب المنتخب المصري حاضر أيضا في ملعب اللقاء، بالإضافة إلى البطاقة الصفراء التي نشاهدها الآن إبراهيم نداي الذي دخل للتو مع بداية الشوط الثاني. وأيضا لدينا هيفري ريناد الفرنسي حاضر في ملعب المباراة ويشاهد المنتخب، يشاهد
بكل تأكيد نادي الهلال، وأغلب الأسماء من نادي الهلال تتواجد مع المنتخب السعودي. سيف الدين الجزيري الواضح في الصورة، اللاعب التونسي الذي لم نشاهده في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. الزمالك في الشوط الأول عزيز المتابع اعتمد على الهجمات المرتدة، وبكل تأكيد سيحاول أن يسجل من أنصاف الفرص، بينما لدينا نادي الهلال في الشوط الأول اعتمد على التمريرات القصيرة، واستطاع الحارس محمد عواد أن يتصدى، وكان سدا منيعا لكل الفرص والخطورة التي كانت حاضرة من لاعبي نادي الهلال. الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، تصل عند سعود عبد الحميد، عائد بالكرة إلى علي البليهي، من علي البليهي الكرة تصل عند الشهراني، تقطع هذه الكرة، تعود لمصلحة نادي الهلال، وعلى ما يبدو بأن هناك حالة تسلل في الكرة الماضية. نعم، حالة تسلل في الكرة الماضية وفي اللعبة الماضية كما يشير حكم المواجهة، حكم اللقاء. إذا الكرة إلى خطأ لمصلحة نادي الهلال. تلعب هذه الكرة، $1,500,000 للبطل، بطل هذه البطولة. الكرة الآن تعود لمصلحة نادي الزمالك، تقطع بعد ذلك، الكرة واصلة عند إمام عاشور، من إمام عاشور الكرة، الانطلاق الآن، المحاولة الآن ما زالت مستمرة للزمالك. هدف ثاني يرسل مع التهاني لجماهير نادي الزمالك. هنا الكرة، هنا المحاولة، إمام عاشور يحاول فيها إلى السيد عطية، الكرة الاستلام لكن تقطع. الكرة الآن من جانب نادي الزمالك، الكرة ما زالت مستمرة، لم تقطع بعد، الآن تقطع من جانب دفاعات نادي الهلال، أبعدها اللاعب محمد جحفلي. الكرة مستمرة، الكرة عادت مرة أخرى إلى موسى ماريجا، أضاع يعني بصراحة أضاع فرصة لا تضيع بصراحة في اللعبة الماضية وفي الشوط الأول، وبطل مصر في آخر نسختين أمام بطل الدوري السعودي. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، هنا إبراهيم لكن تقطع الكرة الماضية، والكرة تتحول إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. جماهير الزمالك وهي تشجع وتؤازر. الكرة الآن إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس الآن للزمالك، الرمية الآن حاضرة للاعب نادي الزمالك، اللاعب رقم 24، والكرة الآن التي ترسل مرسولة هذه الكرة لكن مقطوعة. أبرز الصفقات الجديدة لنادي الزمالك إبراهيم إنداي الذي يحضر مع نادي الزمالك. الكرة الآن تعود لمصلحة نادي الهلال إلى الجهة اليمنى عند سعود، يا سلام على سعود، يقدم مباراة رائعة سعود. هنا سلمان، لكن هنا الكرة من سالم عفوا، والكرة تعود مرة أخرى لسالم، يحاول فيها إلى سلمان وإلى سعود. الكرة تلعب إلى ماريجا، تقطع. اليوم في غير يومه بصراحة، ماريجا مختفي تماما ماريجا. الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الهلال عند جوستافو. هذا الملعب الذي سيحتضن بكل تأكيد مباراة المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي، وأيضا البرازيل أمام صربيا، وأيضا الأرجنتين أمام المكسيك، وكذلك البرتغال وأورجواي والكاميرون أمام البرتغال في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور 16 ودور الأربعة، وأيضا في دور نصف النهائي والمباراة النهائية في هذا الملعب بحول الله تعالى، ليكون الأكثر استضافة مع 10 مباريات. وهنا الكرة تعود لمصلحة اللاعب يقولوا، يحاول فيها يقولوا، يحاول في هذه الكرة، في هذه المحاولة، في هذه الفرصة. الكرة تعود عند سالم، الكرة تحويل ولكن الكرة تبعد. هذا آخر ملاعب السبعة المبنية حديثا في مونديال قطر، وهنا الجماهير التي الموج الأزرق الذي يتواجد في كل مكان، أينما تواجد الهلال تواجدت هذه الجماهير وساندت
بكل تأكيد. أيضا الجماهير الزملكاوية وملعب المباراة الذي يفتتح قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق أول مونديال في الشرق الأوسط. الكرة الآن تعود، المحاولة تعود الهلال الآن هو في فرصة، في محاولة، في كرة خطيرة، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب لمصلحة نادي الزمالك. 64 مباراة ستكون حاضرة في المونديال على 8 ملاعب، أستاد اللوسيل، أستاد البيت، أستاد أحمد بن علي، وأيضا أستاد 974، وأيضا الثمامة والجنوب المدينة التعليمية، بالإضافة إلى تطوير استاد خليفة الدولي. وبالتالي كأس العالم وقطر جاهزة بكل تأكيد، ونحن بانتظار ذلك الحدث الكبير الذي سيكون حاضرا بحول الله تعالى في افتتاحية كأس العالم. هنا الكرة الآن تعود، وأول مباراة ستكون ما بين قطر والإكوادور في 20 بعد أن كان في 21، لكن تم تقديم المباراة الافتتاحية بكل تأكيد. الآن الكرة تعود، وأيضا المحاولة تعود، الكرة ما زالت مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة لمصلحة الهلال. الكرة والاستلام من سعود، جناح طائر رائع جدا، وهنا عند كاريو، وصلت عند سعود، الكرة العرضية الرأسية لا تأتي، كادت أن تأتي من كاريو، لكن الكرة بعد ذلك أبعدت وعادت مرة أخرى، عادت لمصلحة نادي الهلال عند أندريا كاريو، قد يسدد قد ينفذ. وصلت الكرة لمصلحة سالم الدوسري، سالم يحاول 203 مباريات مع نادي الهلال و47 هدف، وهنا تسديدة لكن الكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الزمالك. من سجل الهدف الأول النيجيري أوديان إيغولو، لعب في الدوري السعودي، سجل، لعب في كأس العالم للأندية، سجل، لعب في دوري أبطال آسيا، سجل، لعب في بطولة كأس الملك، سجل، ولعب في كأس السوبر اللوسيل وأيضا سجل. وهذا من صنع الهدف الأول بلمسة كولومبية رائعة جدا. بينما لدينا أحمد سيد زيرو الذي خلال هذا العام لعب 31 مباراة، ساهم ب30 هدف وسجل 18 هدف وصنع 20 هدف من خلال هذا العام. إذا الكرة تعود لنادي الزمالك بعد الكرة الماضية. أنا عاجبني حكم المباراة الهدوء الذي يظهر من حكم اللقاء، وأيضا يعني التركيز العالي، وبالتالي يقود هذه المباراة إلى دفة الأمان. هو قاضي هذه المباراة، محامي هذه المباراة، هو سيد هذه المباراة، ولكن هنا بالخطأ أخطأ الطريق واخطأ العنوان النيجيري. عادت الكرة لمصلحة نادي الزمالك بعد أن سجل الهدف الأول بصراحة ظهر بثوب مختلف جدا، لكن الزمالك كما ذكرت يعتمد على الهجمات المرتدة، واحد هذه الكرات، وهنا خروج حارس المرمى يبعدها في الكرة الماضية، والكرة عادت عند كاريو. حوار وجدال ونقاش، يستمر هذا الحوار لتصل الكرة لمصلحة كاريو مرة أخرى، المتحرك بشكل رائع في الشوط الثاني، لكن الدفاعات الزملكاوية حاضرة، والكابيتانو نعم بعد خروج شيكابالا نعم الآن هو من يتواجد وهو محمود الونش. الكرة الآن تصل عند إبراهيم، يحاول فيها إبراهيم بالخطأ من إبراهيم. كاريو لعب الكرة عند إيغولو، أوديان إيغولو، خطير، هذا خطير، هذا لعيب، هذه الكرة، هذه المحاولة، لكن تقطع الكرة الماضية، تقطع الكرة الماضية إلى هجمة مرتدة. الآن الكرة المحاولة سيف الدين الجزيري التونسي، وهنا الكرة، لكن تبعد الكرة الماضية، تبعد الكرة الماضية، الكرة إلى خارج الملعب. التغييرات أعتقد بأنها ستكون حاضرة 64%. هنا لاحظوا هذا المشجع، مشجع نادي الهلال، أكيد هو يعني يشجع ويؤازر، لكن يريد أن يشاهد هدف ثاني للهلال، لكن أيضا الزمالك، أيضا نشاهد يعني الزمالك، وبكل تأكيد يريد أن يسجل الهدف الثاني. وبالمناسبة الفريقين يعودان مرة أخرى إلى المواجهة
بعد مرور 4 أعوام على السوبر السعودي المصري في أكتوبر في عام 2018، المباراة التي جمعت ما بين الفريقين في الرياض، ويومها لو تتذكرون فاز نادي الزمالك ب2 مقابل هدف واحد. الكرة تعود لمصلحة نادي الهلال في منتصف الميدان، والكرة ما زالت مستمرة والمحاولة أيضا مستمرة. هذه المرة تعود لمصلحة نادي الزمالك. الكرة مقطوعة. الشوط الأول بصراحة كان أفضل من الشوط الثاني حتى هذه اللحظة عزيزي المتابع. يعني شوط أول استمتع به المشاهد الكريم، وشاهدنا فيه التألق الكبير من اللاعبين، عكس الشوط الثاني الذي لم يدخل فيه الفريقين بشكل كبير. شاهدنا بعض الأخطاء من اللاعبين، لكن أعتقد بأنهم سيعودون لتقديم الصورة الرائعة في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. الكرة الآن تعود، والكرة تتحول إلى خارج الملعب على ما يبدو، أو ضربة ركنية. ستكون الضربة الركنية الأولى إن حدثت لنادي الزمالك، لأن في الشوط الأول ولا ضربة ركنية. الكرة إلى ماذا؟ الكرة إلى ماذا؟ إلى خارج الملعب. هذا سعود عبد الحميد، وهنا الجماهير المصرية الزملكاوية، الصغير الكبير، وهنا الروح الرياضية العالية ما بين الأشقاء بكل تأكيد. وهنا لاحظوا أجواء جدا رائعة، أجواء مونديالية، أن تشاهد هذه التحفة المعمارية الجميلة الفنية التي نشاهدها الآن في ملعب اللقاء، وبالتالي يعني كل شيء رائع في هذه المباراة. هنا قد يكون الأروع للهلاليين، إيغولا يحاول التنفيذ لكنه فضل التمرير لتعود بعد ذلك إلى غوستافو يحاول فيها. الكرة ما زالت عند كوليار إلى من؟ الكرة مرسولة رأسية. الكرة ما زالت، هذه كرة خطيرة الكرة الماضية، وخطيرة اللعبة الماضية، لكن إلى خارج الملعب، مرت بردا وسلاما على لاعب وحارس مرمى الزمالك. الكرة الماضية نعم كانت خطيرة جدا، ولكنها تحولت إلى خارج الملعب وذهبت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الزمالك. بالمناسبة عزيزي المتابع، هذه هي المواجهة رقم 50 التي تجمع ما بين الأندية المصرية والأندية السعودية عبر كل التاريخ في جميع المسابقات. لدينا 20 انتصار للأندية المصرية، بينما 15 فوز للأندية السعودية، بينما التعادل حضر في 14 مباراة، وسجلت الأندية المصرية في مرمى الأندية السعودية 60 هدف، بينما التعادل كان حاضرا، بينما الأندية السعودية سجلت 50 هدف قبل هذه المباراة وقبل هذه المواجهة. الكرة الآن تصل لمصلحة نادي الهلال. هنا ماريجا، نعم لم يسجل، نعم أضاع فرصة لا تضيع، لكن حارس المرمى كان حاضرا، وبالتالي استطاع أن يتصدى لتلك الكرات. وهنا لدينا الكرة تصل عند سالم الدوسري إلى كاريو، رمانة الوسط في الشوط الثاني. كاريو اختفى بعض الشيء اللاعب كوليار الذي صنع الهدف الأول. هنا الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، ولكن تقطع بعد ذلك. تقطع الكرة وتعود الآن. الكرة عائدة لمصلحة نادي الهلال، مستمرة هذه الكرة للهلال الذي يفتقد في هذه المباراة ل4 لاعبين: صالح الشهري، الكوري الجنوبي جان هيون، وأيضا عبد الاله المالكي ومتعب المفرج. هؤلاء اللاعبين الذين لا يتواجدون من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهة. هنا الكرة المستمرة، من سيكون بطل هذه البطولة؟ من سيحصل على لقب هذه البطولة والتي يعني سنشاهد فيها كاس اللوسيل؟ وأيضا هنا الكرة، ولكن تقطع أيضا. مكافأة مالية ضخمة تصل إلى $1,500,000، بينما صاحب المركز الثاني سيحصل على $1,000,000 بحول الله تعالى. الكرة الآن تعود مرة أخرى، وتعود المحاولة، وتعود الفرصة الآن.
وحكم المباراة هنا الكرة يناظر يتابع الكرة الماضية واللعبة الماضية، ولكن الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، والكرة ما زالت مستمرة، والمحاولة إلى خارج الملعب تحولت وذهبت إلى رمية تماس. الكرة تحولت وذهبت إلى خارج الملعب. الكرة تصل إلى الجهة اليمنى عند سعود، الكرة ما زالت مستمرة عند سعود، الكرة بعد ذلك المرور، الكرة مقطوعة، عادت لسعود مرة أخرى إلى سالم الفرج، لكن الكرة من سلمان الفرج إلى خارج الملعب وتحولت إلى ضربة إلى هنا رومان دياز كما ذكرت في الدوري السعودي رائع، لكن مع ابني بالمناسبة يتواجد معه في الطاقم التدريبي، والمواجهات التي جمعت ما بين الهلال والزمالك عبر كل التاريخ 3 انتصارات للزمالك. المباراة الأولى في 2004 انتصر الهلال في الذهاب بنتيجة 2 مقابل 1، وفي مباراة الإياب تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف، والتقى الفريقين في مباراة الثالث والرابع يومها، وأيضا فاز في ذلك اللقاء نادي الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، وبالتالي نحن نتحدث عن 5 مواجهات جمعت ما بين الفريقين عبر كل التاريخ في البطولات العربية. الكرة الآن تعود، المحاولة تصل لنادي الهلال، ما زالت مستمرة، لا صوت يعلو اليوم إلا بشيء واحد، هي مباراة القمة في كأس سوبر اللوسيل. وهنا لدينا الكرة ما زالت مستمرة، وتبعد الكرة وتتحول إلى خارج الملعب، وهنا اللاعب ميشيال هو من سيدخل الآن كورقة جديدة بالنسبة لمدرب نادي الهلال. ميشيال هو من سيدخل الآن، سيدخل ميشيال كورقة أولى. وهنا لدينا كرة، والكرة تقطع، تعود بعد ذلك عند حارس المرمى محمد عواد. إذن محمد عواد يمسك بالكرة الماضية واللعبة الماضية. الآن الكرة تصل مرة أخرى، عادت الكرة لمصلحة نادي الزمالك. الزمالك الآن يحاول في هذه الكرة وفي هذه المحاولة، الزمالك أمامه فرصة لكن الكرة مقطوعة، وبعد ذلك الكرة تصل عند حارس المرمى. نعم الكرة وصلت عند حارس المرمى. الكرة بعد ذلك إلى موسى ماريجا، يحاول فيها موسى ماريجا، لكن الكرة أبعدت الكرة الماضية وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. حمزة المثلوثي اللاعب التونسي منذ عام 2020 مع نادي الزمالك يلعب مباراته رقم 20، وأيضا هو اللاعب الذي مثل منتخب بلاده في 36 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا، وقد يتواجد ونشاهده في بطولة العالم. ويبدو بأن موسى ماريجا هو من سيودع اللقاء، وسيكون أحد الأوراق الحاضرة هو ميشيال كورقة ستكون حاضرة من قبل هذا موسى ماريجا، هذا اللاعب ميشيال هو من يدخل الآن من جانب المدرب نادي الهلال. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الهلال. تغيير يأتي الآن من أجل تغيير النتيجة ومن أجل أن يعود الهلال ويتقدم في اللقاء وفي المواجهة. هنا لدينا سعود عبد الحميد، يا سلام على المرور، يا سلام على العبور، هذه كرة كيف ضاعت. عدم التفاهم في الكرة الماضية، قد يندمون على ضياع هذه الكرة. نعم انطلق، مر، عبر، سدد، أرسل، لكن الكرة الماضية ضاعت الكرة الماضية. وعد بالتفاهم ما بين اللاعب إيغولو وأيضا اللاعب الآخر وهو اللاعب سالم الدوسري لتتحول الكرة إلى خارج الملعب وتذهب إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الزمالك. وكاد نادي
الهلال أن يسجل الهدف الثاني. هنا الجماهير، هنا جماهير كبير آسيا كما يطلق عليه، زعيم آسيا، نعم نادي الهلال أينما تواجد، أينما حقق الألقاب، وأيضا الزمالك أينما تواجد، أينما حقق الألقاب. وهنا أمام فرصة، وهنا أمام تسديدة، لكن بعيدة بعيدة جدا يا سيف، بعيدة الكرة الماضية التي لعبها اللاعب سيف الدين الجزيري، والكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. مارشال البرازيلي الذي دخل للتو صاحب 26 سنة، اللاعب الذي يلعب مع الهلال مباراته رقم 12، لديه هدفين بقميص الهلال، وهو الرجل الذي دخل في الشوط الثاني. وأيضا الكرة الآن تعود، والمحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الهلال. الكرة الآن عند الشهراني ياسر، وبعدت الكرة، وصلت عند كاريو، بعيد الكرة الماضية تحولت إلى خارج الملعب وذهبت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الزمالك. هنا المدرب الواضح في الصورة، نعم، الذي يوجه لاعبيه ويشعر بصعوبة المباراة. وهنا أيضا الجماهير الهلالية الحاضرة والمساندة والمتواجدة، وأيضا التي تشجع وتؤازر في هذا اللقاء، وهي مستمرة في التشجيع والمؤازرة، لكنها قلقة بكل تأكيد من نتيجة المباراة، لأن التعادل حتى الآن هو الحاضر ما بين المنتخبين. الكرة الآن تعود، تصل عند ميشيال، الكرة تعود وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. إذن الكرة وصلت للهلال، وما زالت الكرة مستمرة. هذه كرة خطيرة، هذه كرة خطيرة، ولكن هنا الكرة والمطالبة بركلة جزاء، لكن الكرة ستعود. ولكن ماذا هناك؟ يبدو بأن حكم المباراة ماذا سيقول بعد الكرة الماضية. وهنا نشاهد جماهير الهلال وجماهير أيضا الزمالك وهم في مدرجات استاد اللوسيل في هذه الاحتفالية والقمة التاريخية كما ذكرت وتحدثت. لكن قبل ذلك سلامات للنسر النيجيري الذي كان أعتقد لو عاد لتقنية الفار قد يحتسب ركلة جزاء ضد حمزة المثلوثي، قد تحتسب ركلة جزاء. لكن ماذا سيقول حكم المباراة؟ لكن حكم المباراة لم تأتيه الإشارة بالنسبة لتقنية الفار، وبالتالي القرار ماذا هناك؟ لا أعتقد إن عاد لتقنية الفار الدفعة كانت حاضرة، وبالتالي صاحب 32 سنة لم يعود إلى تقنية الفار، حكم اللقاء صاحب 34 سنة، وبالتالي يقولوا لم يتحصل على ركلة جزاء. وهنا الكرة تعود وتستمر سيطرة الهلال بكل تأكيد، مستمرة هذه السيطرة. وهنا نادي الهلال يستمر في هذه الكرة وفي هذه المحاولة وفي هذه الفرصة. الكرة مستمرة، المحاولة البرازيلي، لكن تضيع الكرة على البرازيلي. ضاعت الكرة الماضية. ونادي الهلال بالمناسبة لديه ذكريات جيدة هنا في قطر، لأن الهلال أول بطولة آسيوية وأول مشاركة كانت في كأس العالم للأندية في قطر، وبالتالي الهلاليين يتفاءلون كثيرا هنا في قطر في لقاء الكبار الذي يجمع كبير آسيا والفارس الأبيض. وهنا الكرة، يا سلام على يقولوا، يا سلام على هذه اللعبة، لكنها تبعد. برافو بصراحة، برافو لدفاعات نادي الزمالك. هذا المستوى في ليلة أشبه بليالي كأس العالم، في ليلة ستكون بكل تأكيد في الذاكرة، وكأس اللوسيل الذي نفذ في وقت قياسي وهو ما يقارب 5 أسابيع فقط حتى جاء هذا الكأس. وبالتالي هنا الكرة وهنا المحاولة والفرصة الآن لمصلحة نادي الهلال، هتأخذ جميلة تحضير، لكن الكرة مستمرة. المحاولة الآن، النسر يسدد، لكن
هذا هو النجم. محمد عواد يخطف الأضواء، محمد عواد يتصدى للكرات، محمد عواد رائع في هذا اللقاء، وبالتالي الكرة نعم في أيادي أمينة، والنسر يريد أن يسجل الثاني. وحكم اللقاء الذي تحدث وقال بأن لن أنجح بمفردي في إدارة المباراة النهائية، وبالتالي أحرص دائما على النوم مبكرا ليلة المباراة، وأبتعد عن مطالعة الإعلام ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي أبدا، وبالتالي النهائي لن يشكل بالنسبة لي أي ضغوط، بل يحفزني على الوصول بالمباراة إلى بر الأمان. وهذا ما يحدث بالنسبة للحكم عبد الرحمن الجاسم، حكم هذا اللقاء الذي يطمئن بكل تأكيد على حارس المرمى محمد عواد. هنا نشاهد جماهير الزمالك، نعم جماهير الزمالك تحتفل، وجماهير الهلال أيضا تشجع وتؤازر وتتساءل متى يأتي الهدف الثاني، لأننا وصلنا واقتربنا من الدقيقة رقم 75 عزيز المتابع، وبالتالي الدقائق تمر على الفريقين بشكل سريع. إن استمرت الأمور فإننا سنكون، وهنا أيضا نشاهد الجماهير الكولومبية التي حضرت لمساندة لاعب غوستافو، وهنا أيضا الجماهير وهي تتفاعل. 80,000 كامل العدد عزيزي المتابع، 80,000 متفرج يحضرون في استاد اللسيل في لقاء جدا رائع جدا. وأيضا يعني الاتجاه في هذه المباراة نحو سوبر اللوسيل بكل تأكيد، ولكن حتى الآن المباراة لم تنتهي بعد ما بين الفريقين، لم تنتهي بعد. أيضا للفريقين اللقاء الخامس كان السوبر السعودي المصري، وانتهى للزمالك هدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي يعني نستطيع أن نقول بأن الزمالك يعني من ناحية المواجهات هو أفضل، وبالتالي الآن الكرة تعود والمحاولة أيضا تعود، وكلا المنتخبين يريدان كتابة مزيدا من كتابة التاريخ، يريدان أن يكتبوا العناوين الجديدة. وهنا الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، ما زالت الكرة مستمرة، المحاولة أيضا مستمرة، والكرة ما زالت، ولكن تبعد بعد ذلك، تبعد بعد ذلك. أحمد سيد لاعب نادي الزمالك يعني في آخر 6 مباريات سجل 7 أهداف مع نادي الزمالك بالمناسبة. الكرة الآن تعود، المحاولة، وحكم المباراة نعم ماذا يشير وماذا يقول هنا هذا الرجل، وبطاقة صفراء لسلمان الفرج، يتحصل على بطاقة صفراء بعد الكرة الماضية وبعد الدفع التي كانت حاضرة من سلمان على لاعب نادي الزمالك إمام عاشور. وبالتالي وبالنسبة للحضور الجماهيري 77,575 كما ظهر في الشاشة، وشاهدت بأن بعض المدرجات تم تغطيتها، لكن في كأس العالم، في نهائي كأس العالم سنشاهد بكل تأكيد 80,000 متفرج. الآن الكرة تعود، تصل لمصلحة نادي الهلال، الانطلاق الآن للهلال، الكرة والمحاولة، لكن الكرة يبدو بأنها طالت الكرة الماضية. وكتيبة رومان دياز الرجل الذي تواجد مع نادي الهلال في 2016 حتى 2018، درب منتخب البرتغال ليفر بليت، وأيضا درب كذلك النصر كأبرز المحطات بالنسبة للمدرب المدرب الأرجنتيني مدرب نادي الهلال المتواجد الآن، وهو الرجل الذي كان متواجدا ولعب في مشوار 499 مباراة 215 هدف، والذي مثل منتخب بلادي كما ذكرت وتحدث. الآن أيضا فيريرا هو الآخر يجهز ورقة جديدة، فيريرا يجهز ورقة جديدة، بل ورقتين في هذا الوقت وفي هذه اللحظات. سنشاهد لاعبين من لاعبي نادي الزمالك وهم يدخلون إلى
كما شاهدنا مع بداية الشوط الثاني أيضا تغييرين، وبالتالي ستكون 4 تغييرات الآن. إذا الآن الكرة تعود، والكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الزمالك. وبالمناسبة وللتاريخ، مباراة الهلال والزمالك تسجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ قطر ب77,000 متفرج و575,000. يا له من عدد كبير، 77,000 متفرج و575 يحضرون نعم في المباراة النهائية لكأس سوبر اللوسيل. وحتى الآن نحن لم نعرف بطل هذه البطولة، لم نعرف البطل، العدد الكبير الذي يحضر في ملعب المباراة. هنا لدينا أيضا سيف الدين الجزيري غير راضي على القرار الأخير بالحكم المباراة. من الذي سيدخل بعد لحظات؟ لم يدخل حتى الآن أي لاعب من لاعبي نادي الزمالك، لم تجرى التغييرات بعد، ولكن هنا قد يأتي التغيير، لكن تقطع الكرة الماضية، تقطع اللعبة الماضية، تعود الكرة الآن سلمان الفرج، والهلال يبحث عن الفرج، والكرة إلى خارج الملعب. والآن لدينا الصورة واضحة لسعود عبد الحميد، وأيضا لدينا على ما يبدو بأن التغييرات ستجرى الآن. من التغييرات؟ من الذي سيدخل الآن من جانب نادي الزمالك؟ إذا دخول للاعب، إذا خروج لسيف الدين الجزيري اللاعب رقم 30، وأيضا اللاعب رقم 7 على ما يبدو، هل هو زكريا الوردي أم من؟ إذا زكريا الوردي، نعم اللاعب رقم 17 اللاعب المهاجم. وأيضا تغيير آخر، حمزة المثلوثي يخرج، ودخول لمن؟ ليوسف أسامة. إذا يوسف أسامة يدخل، يوسف أسامة. تغييرات مدرب نادي الزمالك تظهر الآن، 4 تغييرات أجراها مدرب نادي الزمالك، بينما تغيير وحيد من جانب المدرب الأرجنتيني. ونحن نصل إلى الدقيقة رقم 80، والحياة دقائق وثواني، فمن يستغل الدقائق والثواني هو من يحقق الأماني. وحتى الآن نادي الهلال ونادي الزمالك لم يحققوا الأماني ولم يرسلوا التهاني، وما زالت الأمور مستمرة بتعادل الفريقين بنتيجة هدف مقابل هدف. الكرة الآن تعود مرة أخرى لمصلحة محمد الجحفلي، عادت بعد ذلك، وصلت عند ياسر الشهراني. من ياسر الشهراني تعود المحاولة، تعود الفرصة لنادي الهلال. الهلال لم يبادر كثيرا في الشوط الثاني، فرصه قليلة، وأيضا الزمالك فرصه أقل وأقل. وهنا لدينا الكرة ولدينا المحاولة، وصلت عند الدوسري إلى سلمان، ولكن تبعد الكرة الماضية. أعتقد بأن التغييرات ستكون حاضرة من جانب المدرب الأرجنتيني رومان دياز. الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، تصل عند جوستافو. الكرة ما زالت مستمرة، والمحاولة أيضا مستمرة، تصل عند ياسر الشهراني، يحاول فيها ياسر، عاد بالكرة إلى الكولومبي، عودة بالكرة من الكولومبي، والكرة مستمرة. هنا الكرة، هنا ميشيل البرازيلي قد يأتي بقذيفة برازيلية من كوبانا، لكن تقطع هذه الكرة، تقطع الكرة، تعود الكرة وتصل الآن الكرة والمحاولة لمصلحة نادي الزمالك. الكرة للزمالك وإبراهيم انداي، يا سلام على هذه الكرة عند إمام عاشور. إمام يحاول، هذه كرة خطيرة، هذه كرة خطيرة، لكن تحولت إلى خارج الملعب. أحمد سيد كاد أن يأتي بالهدف الثاني، أحمد سيد سدد الكرة الماضية، لكن ضاعت على نادي الزمالك. نعم أحمد السيد انطلق، أحمد السيد نعم مر
لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج الملعب وذهبت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الهلال، وحسرة الجماهير الزملكاوية بضياع الفرصة في هذا الوقت الصعب بصراحة، لأن تتحدث فقط عزيزي المتابع عن كم؟ عن فقط 8 دقائق على نهاية اللقاء، 8 دقائق أخيرة، وبعد ذلك نصل إلى ركلات الحظ الترجيحية بهذه النتيجة المسجلة حتى هذه اللحظة. الآن الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود لمصلحة نادي الزمالك، عرقلة في الكرة الماضية، والقرار سيأتي ببطاقة صفراء. القرار ببطاقة صفراء ستكون حاضرة. نعم، محمد جحفلي ملعب المباراة، أكبر ملاعب كأس العالم 2022، الملعب الذي يتخذ شكل وعاء تقليدي مزخرف ولونه الذهبي، وهو الملعب الذي لن يستخدم بعد كأس العالم لأغراض رياضية بالمناسبة، وستفكك أغلب مقاعد الملعب وسيتم التبرع بها لتطوير مشاريع رياضية، لكن سيبقى هيكله المعماري الخارجي قائما لتذكير الجماهير دائما بمونديال قطر. وأيضا بعض المرافق ستتحول إلى مرافق صحية، وأيضا مدارس وغيرها، وأيضا مساكن ومتاجر ومحال ستكون حاضرة، وبينما ستتحول مقاعد الجزء العلوي إلى شرفات ومساحات. وأيضا سنشاهد تغيير بالنسبة لنادي الهلال بعد لحظات حاضرة للاعب آخر يحضر من جانب نادي الهلال. إذن تغيير سنشاهده من جانب نادي الهلال، من سيكون في القائمة بعد قليل على ما يبدو. وهنا لدينا شد في الكرة الماضية، وهنا لدينا التغيير. اللاعب الذي سيدخل الآن لوسيانو فيتو مكان سلمان الفرج. لوسيانو فيتو هو من سيدخل الآن. لوسيانو اللاعب رقم 10 هو الورقة الأرجنتيني. لوسيانو إذن يدخل. لوسيانو صاحب 28 سنة بالرقم 10 يريد أن يجدد العشرة مع الشباك، وهو اللاعب الذي أعير لنادي الشباب ويلعب الآن مع الهلال، والذي لعب مع منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة 4 مباريات وسجل هدفين. لعب مع نادي فياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، بالإضافة إلى فالنسيا وفولهام وسبورتينج لشبونة، هذه الأندية التي لعب لها هذا اللاعب، والآن هو يتواجد مع نادي الهلال كورقة جديدة وثانية من أحداث هذه المباراة. ونحن في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة وعلى بعد فقط 5 دقائق من نهاية شوط المباراة الثاني. هنا لوسيانو، لكن تقطع الكرة، تعود بعد ذلك تصل لمصلحة نادي الزمالك. الزمالك الآن في هذه الكرة وفي هذه المحاولة، والزمالك بالمناسبة في آخر 50 مباراة فاز في 29 مباراة، تعادل في 9 مباريات، خسر 10 مباريات، سجل 80 هدف واستقبل 43 هدف، وحافظ على نظافة الشباك في 22 مباراة. ولكن الهلال الذي لديه الفرصة في آخر 50 مباراة فاز في 35، تعادل في 6 مباريات، بينما خسر في 7 مباريات، سجل 106 أهداف واستقبل 51 هدف، و18 مباراة حافظ فيها على نظافة الشباك. وهنا لدينا الكرة عند ياسر الشهراني، هنا قد تكون هدف الافتتاح وهدف الفوز، وهدف ماذا؟ بل هو هدف الفوز والتتويج عفوا. وبالتالي الكرة الآن إلى خارج الملعب. رومان دياز غير محظوظ في المباريات النهائية. بالمناسبة رومان دياز آخر 3 مباريات نهائية خسرها. فقط للتذكير يا رومان دياز، آخر 3 مباريات لم يفز رومان دياز. آخر نهائيات صعبة على هذا الرجل. وهنا حكم المباراة الذي يتحدث مع محمد عواد، وأيضا يطمئن على لاعب نادي الزمالك. وبالتالي الآن لدينا الجماهير الحاضرة المساندة، عدد كبير بكل تأكيد يتواجد في من الجماهير المصرية في قطر.
وهنا الكرة يبدو بأنه لن يستطيع إكمال اللقاء على ما يبدو. هنا تذكير بالأهداف الجميلة. الهدف الأول الذي سجله اللاعب أوديون ماريجا، ثم هدف التعادل الذي أتى عن طريق أحمد سيد. هذه هي الأهداف كانت حاضرة في الشوط الأول في الدقيقة رقم 18 ثم الدقيقة رقم 34، والأفراح كانت حاضرة لجماهير الهلال وجماهير كذلك الزمالك من خلال هذا اللقاء. هنا هذا النسر الواضح في الصورة، اللاعب المتميز واللاعب الرائع واللاعب الذي لعب مع نادي مانشستر يونايتد وغرناطة الإسباني والشباب السعودي ونادي كذلك أودونيزي الإيطالي وأيضا لين النرويجي واتفورد، كأبرز الأندية التي لعب لها هذا اللاعب النيجيري الذي حقق جائزة هداف بطولة أفريقيا في 2019 ب5 أهداف، وأيضا لاعب جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي في ديسمبر 2015، وأيضا هو اللاعب الذي يتواجد الآن مع نادي الهلال وأيضا حقق بطولة كأس الاتحاد الصيني ويريد أيضا تحقيق هذه البطولة. الكرة الآن إلى خطأ لمصلحة الزمالك وغضب لرومان دياز على القرار الأخير. الكرة الماضية التي كان فيها الدخول، لكن في النهاية حكم المباراة أشار إلى خارج الملعب، والكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية تماس. إذن ماذا هناك توقف في هذه اللحظات، وأيضا نشاهد غضب كبير، وأيضا سنشاهد تغيير خامس يكون حاضرا لنادي الزمالك. 66-34 هي نسبة الاستحواذ، وهنا الجماهير وهذا الرجل سعيد بأن يظهر في الصورة وأن تكون صورته واضحة، وهو حضر لمشاهدة نادي الهلال، ولكن هنا قد يحضر الآن إبراهيم ويسجل الهدف الثاني وينهي كل الأمور، لأننا في الدقيقة رقم 90 والأمور بالنسبة لهذا اللقاء في الدقيقة رقم 90 لم تحسم بعد، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب تحولت من اللاعب سلمان الفرج، لكن الكرة سالم الدوسري الكرة تحولت إلى خارج الملعب. هذا سالم الدوسري 65 مباراة دولية مع منتخب السعودي و17 هدف، مباراته رقم 204 بقميص نادي الهلال 47 هدف. وهنا لدينا التغيير الخامس الذي يجرى الآن، أحمد أبو الفتوح يخرج في هذه اللحظات. من هو الذي سيكون حاضرا الآن في هذه اللحظات؟ إذن أحمد أبو الفتوح يخرج، وأيضا يدخل عبد الله صالح. إذن عبد الله جمعة صالح يدخل الآن كورقة أخرى بالنسبة للمدرب، وهي الخامسة والأخيرة، و4 دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع. 4 دقائق أخيرة عزيز المتابع، وهنا تسديدة لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب. كانت خطيرة جدا، كانت خطيرة على المعيوف الذي صرح وذكر شعور جميل اللعب على ملعب اللوسيل وتعيش أجواء كأس العالم، ولكن الكرة الماضية ضاعت على نادي الزمالك. ونحن نقترب من ركلات الحظ الترجيحية عزيز المتابع، نقترب كثيرا. إن انتهت المباراة في شوطها الثاني نصل مباشرة إلى الركلات الترجيحية، لا توجد أشواط إضافية، لكن يا لها من متعة كبيرة ويا لها من إثارة كبيرة، وقد يفعلها الزمالك ويسجل الهدف الثاني. وهنا لدينا الانطلاقة ولدينا المحاولة ولدينا الفرصة، لكن التغطية والكرة تحولت إلى خارج الملعب. أبعدها سالم الدوسري صاحب 31 سنة، سيكون متواجدا في المونديال بحول الله تعالى مع المنتخب السعودي في بطولة العالم، في المجموعة الصعبة بصراحة للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم، لكن بإذن الله المنتخب السعودي يستطيع تجاوز المحطات الصعبة، لأنه سيلعب مع الأرجنتين بالإضافة إلى منتخب المكسيك ومنتخب كذلك بولندا
في مباريات صعبة بالنسبة للمنتخب السعودي، لكن بحول الله تعالى يستطيع الأخضر السعودي أن يصل إلى أدوار متقدمة. وهنا لدينا تقدم ولدينا خطأ، ولدينا الآن هذه الكرة، وكذلك لدينا الآن بطاقة صفراء أيضا، بينما البرازيل الذي سقط منتخب بلاده سيكون مع صربيا وسويسرا والكاميرون، وأيضا منتخب بلاده سيلعب في هذا الملعب أمام منتخب صربيا. وهنا لدينا زكريا الوردي الذي دخل في الشوط الثاني يتلقى البطاقة الصفراء. هنا لدينا الكرة، الهلال قد ينهيها، هذا هو المكان الوحيد الذي لم نشاهد فيه الجماهير، لكنه سيكون مكتملا وكامل العدد في بطولة العالم، في بطولة كأس العالم، في كأس العالم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والجماهير الهلالية المنتظرة في هذه اللحظات، ونحن من المنتظرين، نحن من المرتقبين، نحن من المشاهدين والمعلقين لهذه الكرة، لهذه المحاولة، لهذه الكرة التي ستكون من لوسيانو فيتو الأرجنتيني يلعب الكرة، لكن الرأسية حاضرة من دفاعات الزمالك لتتحول هذه الكرة الآن إلى خارج الملعب، والحسرة كل الحسرة على المشجع الهلالي. بينما فيريرا الآن مستمر، فيريرا في التوجيهات والتعليمات والتوصيات. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، والفرصة أيضا تعود. أندريا كاريو، لكن التغطية الدفاعية حاضرة. وهنا لدينا سعود عبد الحميد، من سيسجل الآن للهلال في هذه الفرصة؟ قد يسجل الهلال، قد يرسل التهاني الآن في هذه الفرصة الأخيرة. هنا لدينا غوستافو، الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، ما زالت الكرة مستمرة عند الشهراني، بعد ذلك إلى أندريا كاريو، إلى سالم تقطع الكرة، تعود الكرة تعود عند عبد الله المعيوف، يرسل هذه الكرة عبد الله المعيوف، والصافرة تأتي الآن ليعلن عبد الرحمن الجاسم صافرة النهاية، معلنا نهاية شوط المباراة الثاني وليس المباراة، لأن المباراة ستتجه إلى ركلات الحظ الترجيحية مباشرة دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية. يا لها من مباراة كانت رائعة من الفريقين، وبالتالي أنا شبيب محمد الحبسي أترككم الآن في استراحة قصيرة، وهنا شيكابالا أمام كاريو والحديث بكل تأكيد. واستمتعوا بهذه اللقطة وبهذه الصورة الرائعة وبهذه التحفة المعمارية التي نشاهدها في دولة قطر. إذا قطر تعلنها بأنها جاهزة للمونديال. الصورة الرائعة هنا من مدينة الدوحة، هنا استاد اللوسيل، ملعب كأس العالم وأكبر ملاعب كأس العالم. هنا هذه الصورة التي نشاهدها الآن ستكون حاضرة في نهائي كأس العالم في 18 من ديسمبر. هنا سنشاهد الأسماء التي ستسدد ركلات الحظ الترجيحية، لكن استمتعوا بالأجواء. وبعد ذلك أعود أنا شبيب محمد الحبسي وأكمل معكم أحداث هذه المباراة. لا تذهبوا بعيدا، فالإثارة ستكون أيضا حاضرة في ركلات الحظ الترجيحية.
إذا يعود الفريقين مرة أخرى إلى اللقاء وإلى المواجهة، والآن الحسم سيكون من خلال الركلات الترجيحية، ركلات الحظ، ركلات الحسم، ركلات الموت البطيء كما يطلق عليها. لكن الآن الأمور ستحسم. عبد الله المعيوف هو قائد نادي الهلال، بينما لدينا محمود الونش هو قائد نادي الزمالك. إذن عبد الرحمن الجاسم الذي أدار هذا اللقاء وقاده إلى بر الأمان بمساعدة الحكام القطريين من خلال هذه المباراة، ووصلوا بذلك إلى بر الأمان الآن أمام الركلات الترجيحية التي ستكون حاضرة بكل تأكيد من الفريقين. إذن الركلات الترجيحية، محمد عواد كان رائعا جدا في هذا اللقاء، محمد عواد كان مميزا جدا، محمد عواد كان في الشوط الأول هو النجم، يريد أن يستمر. لكن عبد الله المعيوف الذي لم يختبر بتلك الاختبارات الصعبة الآن هو التحدي الحقيقي بالنسبة لعبد الله المعيوف الذي سيكون حاضرا وبقوة من خلال ركلات الحظ الترجيحية. من سيبدأ أولا؟ رومان دياز. أذكرك بأن آخر 3 مباريات نهائية لم تحقق فيها اللقب، والهلال بالمناسبة آخر مرة وصل فيها إلى المباراة النهائية بركلات الحظ الترجيحية خسرها أمام الفيحاء، وبالتالي الهلال غير محظوظ في الركلات الترجيحية. ونحن الآن أمام الركلات الترجيحية، عبد الله المعيوف ومحمد عواد سيكون لهم دور كبير من خلال هذه المباراة. والبداية ستكون للاعب نادي الهلال، ويبدو بأنه إيغولو، نعم أوديون إيغولو هو من سيسدد الكرة الأولى. النسر هو من افتتح أهداف اللقاء. الآن لدينا النسر أمام محمد العواد. هنا إيغولو سجل أول أهداف المباراة هنا في الركلة الأولى، والكرة في الشباك، يسجل للهلال، والهلال يتقدم ويسجل الآن. الهلال يسجل في هذه اللحظات بكل ثقة من إيغولو، سددها وأسكنها في الشباك، وتقدم الهلال بالهدف الأول من الركلة الترجيحية. الآن لدينا الآن نادي الزمالك الآن سيكون حاضرا من خلال هذه التسديدة، من خلال هذه اللعبة. أحمد سيد هو من سجل الهدف الأول للزمالك، أحمد سيد أمام عبد الله المعيوف، أحمد سيد 0 هو من سيسدد، هل يسجلها؟ هنا الكرة الأولى ضاعت العارضة مع الهلال، ضاعت الكرة الباضية، ضاعت على الزمالك في نفس زاوية عبد الله المعيوف، لكن الكرة ضاعت وتحولت لمصلحة الهلال. والآن الركلة الثانية الآن للهلال، وسيكون سالم الدوسري الآن. سالم هو من سيلعب، سالم هو من سيسدد، سالم يا سالم في الركلة الثانية. محمد عواد هل يعيد الزمالك؟ هنا التسديدة والكرة ذكية بن سالم سجلها ومنح الهلال الهدف الثاني في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. إذن الهلال يتقدم عزيز المتابع، إذن الهلال هو المتقدم باللقاء في الركلة الثانية. الآن جاء الدور على نادي الزمالك
الآن التسديدة شيكابالا قلق، محمود عبد الرزاق، هنا سيد عطية الذي دخل في الشوط الثاني، هنا هذه الكرة، هنا هذه اللعبة والكرة في الشباك، يسجل ويعيد الزمالك إلى اللقاء، يعيد الزمالك إلى اللقاء. نعم الزمالك عاد، ولكن الهلال هو بأفضلية. تسديدة رائعة من محمد أشرف، نعم محمد أشرف وليس السيد عطية، محمد أشرف سدد الكرة الماضية وسكنت في الشباك. الآن لدينا على ما يبدو لوسانيو فيتو على التنفيذ الثالثة، ولكن القلق هنا التسديد والتصدي محمد عواد تصدى للكرة، محمد عواد يعيد الزمالك إلى اللقاء. إن تفوق الزمالك وفاز في المباراة فإن الحارس محمد عواد هو نجم الشباك ونجم اللقاء ومان اوف ذا ماتش. لكن الآن نادي الهلال، نعم الآن الزمالك، وماذا ستعاد الكرة؟ نعم توقعت ذلك، لأن حارس المرمى كان متقدما بشكل كبير جدا، وبالتالي هنا لاحظوا نعم برافو عبد الرحمن الجاسم. والآن فرصة للهلال بأن يعود. الهلال أمام فرصة للعودة. سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، الكل ينتظر، وهذا المشجع الهلالي ينتظر. وهنا لدينا فيتو، الأولى ضاعت، الثانية هل يسجل أم تضيع؟ يا سلام على روعة الأقدام وعلى الكرة الجميلة واللعبة الرائعة والكرة في الشباك. هلالية نعم، الهلال يسجل الركلة الثالثة، وفرحة كبيرة بالنسبة لجماهير الهلال الحاضرة والمساندة. هنا لدينا الآن الركلة الثالثة للزمالك. الزمالك الآن أمام هذه الكرة محمود الونش الكابيتانو، محمود هو من سيسدد. محمود تصدي حاضر من عبد الله البعيوف، نجم كبير وحامي العرين. عبد الله البعيوف صمام الأبان، والذي يتصدى للركلة الثالثة للزمالك. نعم الهلال يقترب يا محمود الونش. ضاعت الكرة وفرحة هلالية. أندريا إن سجل فبالتالي الهلال بطلا لكأس سوبر اللوسيل. أندريا كاريو البوروفي سيسدد الآن، والهلال بطلا لكأس سوبر اللوسيل. إذا الزعيم يتوج باللقب، الزعيم بطلا لهذه البطولة. رومان دياز وكتيبته نعم تحقق اللقب، وفرحة كبيرة جدا. مبروك، ألف مبروك للهلال، هارد لك للزمالك. نعم في هذه الليلة المونديالية الهلال بطل، الهلال تعود على الألقاب، الهلال يحقق البطولة، وكاريو يهدي الهلال لقب البطولة. هنا فرحة رومان دياز. إذن الآن الهلال هو البطل والفرحة الكبيرة. نعم
نبارك للهلال هذا التتويج، وهارد لك لنادي الزمالك. مباراة أوفت بكل الوعود، مباراة تليق بسمعة الفريقين، مباراة أيضا تليق بقيمة هذا الحدث المونديالي الكبير. شكرا للفريقين على ما قدموه في هذه المباراة، شكرا لمحمد عواد أيضا الذي كان ممتعا جدا وكان رائعا جدا. نعم الهلال هو البطل يا فيريرا الذي هنا نشاهد اللوحة. الهلال نعم زعيم الكرة الآسيوية الذي يحظى بشعبية كبيرة، الكل يعلم ذلك. هنا عبد الله المعيوف كان حاسما، عبد الله المعيوف كان رائعا جدا. الآن الصورة تظهر، وأيضا هنا شيكابالا كان يمني النفس بأن يرفع كأس البطولة، لكن محمود عبد الرزاق شيكابالا اللاعب الأكبر في اللقاء نعم سيكون في مركز الوصافة مع نادي الزمالك، بينما لدينا الجماهير الهلالية التي نشاهدها الآن وهي سعيدة بهذا التتويج، ومباراة تليق بكرة القدم العربية. وبالتالي نعم المباراة نجحت من كل النواحي ومن كل الأشياء. نعم نبدأ أولا من ناحية التنظيم، وأيضا من ناحية المستوى الفني، وأيضا التحكيم والجماهير، وأيضا نقول بأن كأسا أخرى تضاف إلى خزائن الهلال. لكن لا بد أن نقول شكرا للفريقين، شكرا للزمالك، شكرا للهلال على ما قدموه في هذه المباراة. نعم استمتعنا بكل أحداث وتفاصيل هذا اللقاء. محمد العويس الحارس البديل الذي لم يدخل في هذه المباراة، لكن مواطنه عبد الله المعيوف كان حاضرا. وهنا الحديث ما بين عبد الله المعيوف وما بين محمد عواد أكيد حديث ما بين الأشقاء، وبالتالي أيضا المواساة على خسارة اللقاء. هنا هذه المباراة في هذا الملعب في هذه التحفة. كم تغنيت بك يا أستاذ اللسيل، لكن جماهير الزمالك كانت تمني النفس بأن تتغنى بالفرحة الكبيرة، لكن الفرحة ذهبت لهؤلاء الجماهير، للجماهير السعودية. نعم الهلال الذي سيحصل على $1,500,000 بينما الزمالك سيحصل على $1,000,000 بعد نهاية اللقاء. وبالتالي إذا هنا أندريا الواضح في الصورة، نعم أندريا كاريو من حسم الأمور. نعم هنا نشاهد الهلال وجماهيره السعيدة، بينما الأجواء المونديالية المبكرة والرائعة شاهدناها هنا. نعم ما بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري. نحن نعم أمام هذه الفرحة الكبيرة وأمام هذه الأجواء التي حقيقة نصفها بصورة نتمنى بأن تكون رائعة من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة. إذا محمد عواد هارد لك لمحمد العواد، وبالتالي ننتظر مراسم التتويج بكل تأكيد بعد لحظات قليلة.